السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالمشتركين الكرام والأوفياء للقناة، كنرحب بكم اليوم في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. قبل ما نبدا معكم في هذه الوصفة، كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير، تكون الظروف ديالكم على أحسن ما يرام. وصفة اليوم هي وصفة شعبية معروفة في المغرب وعند المغاربة، اللي كتسمى الرفيسة. كنعملوها بالفطير المشلتت أو المسمن، دجاج، عدس، الحلبة، حب الرشاد، بصل. يعني كاينين عدة مكونات اللي مفيدة جدا للجسم وكتسخن الأجسام ديالنا في فصل الشتاء. عفوا، نمشيو على بركة الله نوجد معكم هذه الوصفة. بسم الله، على بركة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك رزقتنا ومنحتنا نعم كثيرة لا تحصى ولا تعد، فنسألك يا رزاق يا كريم أن تحفظها لنا من الزوال. أول شيء كنقوم به كنحضروا عجين المسمن أو الفطير المشلتت. هنا عندنا 700 غرام من السميد الرقيق جدا الخاص بالحلويات والبسبوسة، و350 غرام من الدقيق الأبيض المنخول، ونضيف الملح على حسب الذوق. كنعجنوا هاد الدقيق جيدا بالماء البارد حتى نحصلوا على عجين كيكون صلب شيئا ما. بعد ما أعطينا العجين حقه في الدلك والوقت الكافي، القوام اللي حصلنا عليه كيف ما كتلاحظوا صلب شيئا ما كيلتصقش في الأصابع. كناخدو كيس بلاستيكي نظيف من طبيعة الحال، كنضيفو في الوسط كمية قليلة من زيت المائدة. كنحاولوا نوصلوا هاد الكمية في جميع الأماكن، ثم كنوضعوا العجين بالداخل ديالو. كنقفلوا على هذا الكيس وكنخلي الكيس وكنخليو العجين ترتاح، ونمشيو ان شاء الله نحضروا الدجاج والمرق مع باقي المكونات. بعد ما خلينا العجين ترتاح غنجيو نحضروا الدجاج مع باقي المكونات والمرق اللي غيمشي مع هاد الفطير المشلتت او المسمن. عندي دجاجه واحده من وزن 2 كيلو وبعض الجرامات. هاد الدجاج طبيعي كبر في الطبيعه، دجاج بلدي، مع نصف كيلو من البصل اللي فرمته واحتفظت عليه كقطع صغيره. ممكن نعوضوا الدجاج بالحمام او بلحم الديك الرومي. كذلك عندي ملعقه كبيره من السمن البلدي او السمن الحار. بالنسبه للتوابل عندي هنا قشور جوج طيب ولكن ما غنستعملهاش، انا غنستعمل اليوم في هذه الوصفه جوز الطيب المبشور. عندي ملعقه كبيره غير ممتلئه من الفلفل الاسود، ملعقه كبيره ممتلئه جيدا من الزنجبيل، ملعقتين كبيرتين من راس الحانوت. راس الحانوت فيه عدة توابل ومفيدة جدا للجسم، كتسخن الأجسام ديالنا، مفيدة كذلك للنساء اللي نجبوا. عندنا ملعقة كبيرة من الكركم ممتلئة جيدا كذلك، الملح على حسب الذوق. وعندنا ملعقة صغيرة غير ممتلئة من جوز الطيب المبشور أو المحكوك، كيعطينا واحد النسمة رائعة وواحد الطعم لذيذ في عدة وصفات. في حالة عدم وجود قشور الطيب كنستعملوا مباشرة جوز الطيب، كيتباع الحمد لله في المحلات وكيكون جاهز. كنضيف جميع البهارات او التوابل فوق الدجاج، البصل والسمن البلدي، ثم كمية هائلة من الماء اللي كيكون فاتر لعدم ضياع الوقت. كنوضعوا الطنجرة على النار مرتفعة حتى كيتغلوا لنا المكونات، ثم كننزلوا النار في المتوسط بدون تحريك. الدجاج كيكون صدر مباشرة على الطنجرة. خلينا الطنجرة على النار متوسطة
في هذه الأثناء بعد ما ارتاحت لينا العجين شكلتها على كويرات كبيرة الحجم على حسب المقلاة اللي عندي. ممكن تعملوها كويرات صغيرة متوسطة، لكم الاختيار. كيف ما كتلاحظوا يعني هاد الفقاعات كتدل على ان العجين ارتاحت وخدات حقها في الدلك. كنضيف كمية قليلة من زيت المائدة من الفوق في هاد الكويرات لتفادي الحصول على القشرة اللي كتكون لينا فوق العجين. ثم من طبيعة الحال كنضيفوا الكيس البلاستيكي من الفوق ونخليهم يرتاحوا شيئا ما. بعد ما مرات نصف ساعة تقريبا خليت الكويرات يرتاحوا قليلا، رجعت للطنجرة. كيف ما كتلاحظوا كتغلى المكونات اللي موجودة فيها. كناخد كأسين صغيرين من العدس، ملعقتين كبيرتين من حب الرشاد، وملعقة كبيرة من الحلبة. حب الرشاد والحلبة معروفين الحمد لله بالفوائد الموجودة اللي فيهم. حب الرشاد غني عن التعريف، يعني خاصني نعمل حلقة أو فيديو خاص بهذه المكونات اللي كنضيف في الوصفات. كنضيف هاد المكونات مع بعضها البعض، ثم غنغسلوها جيدا تصفى. بما ان العدس كيتم الطهي ديالو بطريقه سريعه او بسرعه، فضلت نعملو في طنجره بوحدو. كنضيف عليه كميه من المرق وكنوضعو كذلك فوق النار. لما كتغلى لينا المكونات كننزل النار الى هادئه ونمشي نكمل معكم طريقة تحضير المسمن أو الفطير المشلتت. عندي طريقتين للمبتدئات إن شاء الله، وكنتمنى تتبعوا فقط الخطوات للاستفادة. ودائما في الماء كنحتاجوا الماء، كنضيفوا ماء الفاتر لأن هذه الوجبة كتطلب لنا الماء الكثير. ونعود إن شاء الله للكويرات بعد ما ارتاحوا لنا. كناخدوا واحدة بواحدة كنبسطوها جيدا على طاولة العمل حتى كيصبح العجين شفاف كيف ما وضح. كنضيفوا قليل من الزيت ثم قليل من السميد الرقيق اللي سبق عجنا به العجين. كنلفوه بهذه الطريقة. الحمد لله معروف كيف نعمل الفطير المشلتت والمسمن. وكنكملوا الكويرات اللي عندنا وكنوضعوا المربعات واحدة جنب الأخرى، والمقلاة على النار متوسطة نسخنوها جيدا. الطريقة ديال الطهي المسمن أو الفطير المشلتت، بعد ما كنسخنوا المقلاة جيدا كننزلوا النار في المتوسط، تسقى بقليل من الزيت، زيت المائدة من طبيعة الحال. كنوضعوا المسمن. لما كتاخد واحد اللسعة ديال الحرارة من المقلاة كنقلبوها على الفور من الجهة الأخرى. من بعد ما كنسقيوها كذلك بقطرات من زيت المائدة، ومع التحريك المستمر من جميع الجوانب حتى كنحصلوا على واحد اللون ذهبي وجميل جدا. وكيف ما كتلاحظوا المسمن ديالنا انتفخ فقط بزيت المائدة ورشات من دقيق السميد. نبقاو بهذه الطريقه حتى نكملوا حبات المسمن كلها اللي عندنا او الفطير المشلتت. بالنسبه لهذه الوصفه المسمن او الفطير خاصو ياخذ حقه جيدا من الطهي، لان غنسقيوه من بعد بالمرق. أما بالنسبة للطريقة الثانية السهلة السريعة للمبتدئات، بعد ما كنبسطوا كويرات العجين على طاولة العمل كنحتفظوا بهم يكون يعني السمك ديالو ليس برقيق وليس بغليظ، في المتوسط. نسقيو أو تسقى المقلاة بقليل من الزيت. دائما كنعطيوها واحد اللسعة حرارية ثم تقلب إلى الجهة الأخرى. نسقيوها بالزيت مرة أخرى. نلفوا أو نقلبوا هذا العجين مرتين تقريبا، ثم نضع العجين مرة أخرى تسقى بالزيت ثم تقلب على المقلاة.
نوضعوا العجين الثالث. انا ممكن نوصل حتى ل 12 حبه او 13، ولكن لتسهيل الوصفه للمبتدئات عملت فقط 3، واللي حضرناها كنوضعوها الى جنب او على جنب عفوا. المهم يعني نوضعوا واحدة فوق الأخرى، وفي كل مرة كنقلبوا العجين حتى كنحصلوا على اللون الذهبي في جميع الكويرات ديال العجين اللي عندنا. بعد ما كملنا جميع الحبات ديال المسمن والفطائر قطعناهم فقط بالاصابع، ممكن نقطعهم كذلك بالسكين او بالمقص، قطع صغيره كبيره متوسطه الحجم لكم الاختيار بهذا الشكل اللي واضح. اما الفطائر اللي تم الطهي ديالهم واحده فوق الاخرى، طريقه سهله وسريعه للمبتدئات، حتى هما نقطعوهم ونمشي ان شاء الله نتلاقى معكم كيف نحضر هذا الطبق في التقديم. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. اما بالنسبه لتحضير طبق التقديم كنحتاجوا طبق يكون عنده واحد العمق، ليس بالاطباق الخاصه بالسلطات، لان هذه الوصفه كتحتاج مرق كثير، وبما ان المسمن او الفطير المشلتت معجون بالسميد الرقيق، واللي معروف على ان السميد كيحتاج كميه هائله من المرق او من الماء. بعد ما كنوضعوا المرق في الاول كنضيفوا قطع ديال المسمن، كنضيفوا المرق بكثره، وفي كل مره كنوضعوا ملعقه حتى كيتسرب لينا المرق الى الداخل. ثم الدجاجه او الدجاج كنحطوه في الوسط اللي حمرناه في الفرن، والعدس الحلبة حب الرشاد في الجوانب بهذه الطريقة كيف ما كتلاحظوا. وحنا نوضعوا باقي المكونات، وفي نفس الوقت قطع ديال المسمن او الفطير كيشرب لينا المرق. غنوضع مرة اخرى قليل من المرق من فوق الدجاج، وفي كل مرة كيف ما ذكرت في الأول كنضيفوا المرق وكنحاولوا نسربوه إلى الداخل بمساعدة ديال ملعقة. نتلاقى معكم إن شاء الله في طبق التقديم. الوصفة اللي اقترحتها لكم اليوم حضرناها بعد ما عطيناها الوقت الكامل للتحضير. بالنسبه لهذه الوصفه كتبغي واحد الصبر، وفي نفس الوقت كتبغي واحد النفس طويل حتى نحصلوا على نتيجه اللي تفرحنا وتفرح وليداتنا وكذلك للضيوف. هذه الوصفه شتويه 100% ومفيده جدا كذلك للنساء اللي نجبوا وليداتهم، كتساعدهم على اكثار الحليب للرضع، وكذلك للنساء اللي كيبحثوا على الانجاب. راس الحانوت التوابل اللي موجود فيها كتساعد النساء اللي كيبحثوا على الانجاب. وكذلك كيف ما ذكرت حتى النساء اللي كيخلفوا كتكثر الحليب. بالنسبه للنساء اللي كيبحثوا على الانجاب من بعد اعزكم الله دم الخيط، كناخذوا هذه الوصفه بدون فطير بدون مسمن، كنشربوا فقط المرق في كل مساء، وكنضيفوا ملعقه كبيره من راس الحانوت فيها توابل كثيره. ومن طبيعه الحال كنعملوا دجاج بلدي او فراخ بلديه اللي كبرات في
الطبيعة. شكرا لكم على تتبع هذه القناة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي إن شاء الله في عرض آخر، وصفة أخرى إن كنا من أهل الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.